فصل في النفث مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله، وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك، والمختار أن ذلك غير مكروه بل هو سنة مستحبة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوالى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات كذا ذكره البخاري ومسلم في صحيحهما. وفي رواية في الصحيحين زيادة على هذا في بعضها، قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي بعضها كان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه المعوذات. قالت عائشة فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق. بارك. لا شك أن هذا الأمر معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في النوم أو في المرض أو في عندما يرقي أحدا بعد قراءة القرآن ينفث عليه 3 نفثات